اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم في وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم جدا. هنعمل مع بعض فطاير سهلة جدا. مش هتاخد منك وقت خالص ولا مجهود، ان شاء الله بإذن الله تطلع سهلة معاكم وهتعجبكم جدا. اول حاجة هنعصج اللحمة. طبعا كان معايا كيلو من اللحمه نعصبه كالعاده، يعني اللي احنا بنحط اللحمه الاول وبعدين بسيبها لحد ما مش بقلبها، انا بوزعها كده وبسيبها لحد ما لونها يتغير كده من تحت، وببدا اللي انا اقلب اللحمه بتاعتي، علشان لو انا حطيت اللحمه على طول وبدات اللي انا اقلب فيها هتنزل الميه بتاعتها ومش هتكون يعني كويسه على حد ما. فاحنا اهم حاجة اللي انتي حطيها اول ما تاخد صدمة من تحت كده ولونها يتغير ابدأي اللي انتي تقلبي فيها. وبعدين كان معايا بصلاية كبيرة مقطعاها زي مكعبات كده وسط، مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، لو عايزة تبشريها مفيش اي مشكلة. وبعدين هننزل بيه التوابل. معايا نص معلقة من الكباب الصيني ونص معلقة من الفلفل الاسمر ومعايا الكمون بس فقط لا غير، مش هحط اكتر من كده. الكباب الصيني مع اللحمة المفرومة جربوها في اي وصفة انتوا بتعملوها، سواء مكرونة بشاميل او اي حاجة كمان، هتطلع معاكم طعمها وريحتها حكاية، يعني ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. هنا بقى كنا هنجهز في العجينة. كان معايا كيلو من الدقيق، حطيت معلقة صغيرة من الملح، وبعدين هنحط المية. المعروف اللي مثلا لو الدقيق 3 كوبايات من الدقيق بياخدوا كوباية ونص من المية، لو هم 4 كوبايات من الدقيق بياخدوا كوبايتين من المية، بس علشان العجينة او الدقيق يعني ما يبص معاكي، فانزلي بالسوائل شوية شوية لحد ما العجينة تلم معاكي وتكون عجينة بصي متماسكة زي كده وناعمة. علشان لو نزلت بالمية كلها مرة واحدة في دقيق مش بيقبل سوائل كتير، في دقيق بياخد سوائل يعني شوية مش كتير قوي. بس هنعجنها كويس جدا زي ما انتم شايفين، هي كان فيها سنة بسيطة كده من بتلزق في الايد، يعني ما كانتش ممسوحة خالص يعني. فجبنا بقى صينية حطيت فيها معلقتين كده من الزيت، وبعدين هبدأ اللي انا اقطع العجينة بتاعتي. هقطع 2 يكونوا كبار شوية زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هقطع بقى التاني هيكون اصغر منه. هقول لكم ليه انا قطعت 2 كبار كده. ممكن تقطعيها الحجم اللي انت عاوزاه، مش شرط يكون يعني نفس الحجم ده، اي حجم بقى انت عاوزاه، كبيرة وسط او على حسب انت عايزة الفطاير بتاعتك تكون الحجم بتاعها قد ايه، كبيرة او وسط او صغيرة كده. انت اللي بتتحكمي في التقطيع بتاع العجينة والحجم بتاع الفطاير بتاعتك، او اللي تسمى في محلات البيتزا باسم الصاروخ، مش الفطاير. فاحنا هنعمل الصاروخ اللي هو بيتعمل في محلات البيتزا. بس بعد ما نقطعها كويس جدا كده، بس اهم حاجة تكوني حاطة مادة دهنية في الصينية اللي انت بتحطي العجينة عليها علشان ما تلزقش وتشيليها بكل سهولة، وكمان ما تشققش، لان انت لو سبتيها من غير ما تحطي الزيت او الزبدة في الصينية هتشقق معاكي وهتنشف ومش هتعرفي تفرديها كويس خالص. بس هنسيبها بقى ترتاح. طبعا بعد ما قطعت العجينه كلها غطيها كده، ممكن تغطيها فوطه بتاعت مطبخ او بالاستريتش راب او اي حاجه متوفره عندك يعني. احنا هنغطيها كده وبعدين هركنها عما اجهز كل الحاجات اللي انا هحشي بيها الفطاير بتاعتنا، يكون هي ارتاحت برضو عشان اعرف افردها يعني بسهوله. هنا طبعا بعد ما جهزت كل حاجة معايا زبدة مسيحاها، ومعايا اللحمة المفرومة وفلفل حامي على بارد مقطعينه يعني مكعبات صغيرة، وجبنة موزاريلا، وكمان طماطم مقطعينها الفلفل والطماطم تقطيع يعني صغير علشان ما تبقاش كبيرة قوي في قلب الفطاير بتاعتنا. بس جبت بقى قطعة من العجينة اللي احنا كنا مقطعينها، وبعدين هحط شوية من الزبدة على الرخامة، ممكن تفرديها في صينية او على اي حاجة يعني متوفرة عندك. فحطيت شوية من الزبدة وهبدأ بقى اللي انا افرد فيها. احنا عايزينها تكون مورقة
وتكون الرواق بتاعتها مش سميكة، تكون يعني ايه على حد ما تكون رقيقة، لان ده عامل زي الفطير المشلتت بالظبط. فالفطير المشلتت احنا بنبقى عايزينه مورق كده ويبقى خفيف، ده نفس النظام. هتعرفي ازاي اللي هي كده خلاص بقت خفيفة معاكي لما تشوفي المفرش او الرخامة او الصينية اللي انت بتفردي عليها باينة كده من العجينة، يبقى هي كده خلاص بقى السمك بتاعها مناسب جدا. هنحط بقى شوية من اللحمة. الحشوة دي حرية شخصية، ممكن تغيريها، ممكن تحطي فراخ، ممكن تحطي سجق، ممكن تحطي جبن، بس مش شرط يكون لحوم يعني. فالحشوة دي اختياري، اللي متوفر عندك تعمليها بيها، ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدا. بس حطينا اللحمة وبعدين حطيت الفلفل والطماطم وبعدين هحط الجبنة الموزاريلا في الاخر. وهبدأ بقى اللي انا اقفل العجينة دي كده. بصوا بحط اول رق كده على اللحمة وبعدين بقفل من الجناب علشان الحشوة بتاعتنا ما تخرجش من الجناب خالص، اهم زي ما انتم شايفين كده بالظبط. خلاص هي كده جاهزت، مفيش اي مشكلة وسهلة جدا وكمان ما خدتش وقت. اهم حاجة اللي انتي تسيبي العجينة ترتاح معاكي علشان تتفرد معاكي بكل سهولة. لو هي اتقطعت معاكي وانت بتفرديها ما تقلقيش خالص، عادي مفيش اي مشكلة، لان احنا بنلفها كذا راق في بعض، فهي تبقى يعني ايه مش باينة، القطع بتاعها مش هيكون باين قوي، لان الرواق مع بعضها كده بتكون يعني الرواق في قلب بعضها كده مش هيبان القطع خالص، وحتى لو اتقطعت مفيش اي مشكلة ما تقلقيش. بس اهم حاجة اللي انت تسيبيها ترتاح شوية علشان تتفرد معاكي بكل سهولة. بس كده هنفردها بنفس النظام كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجة اللي انت هتحطي زبدة او زيت او سمنة، المادة الدهنية اللي انت بتفردي بيها يعني، هتحطي شوية كويسين كده علشان تتفرد معاكي وتبقى مورقة. العامل الاساسي في التوريق بتاع الفطاير دي هو الزبدة او السمنة يعني. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس احنا هنعمل بقى الفطاير بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة اللي انت تقفليها من الجناب كده علشان الحشوة اللي انت حطاها ما تطلعش من وانت بتسويها. يعني لو عايزة تسوي الفطاير دي على البوتاجاز، على عين البوتاجاز يعني، هتسخني الطاسة بتاعتك او الصينية وبعدين هتحطي زي معلقتين كده من الزبدة او الزيت، وهتفردي هتحطي الفطاير بتاعتك. النار تكون وسط ما تكونش عالية علشان الفطاير فيها كذا رق من جوه، علشان تاخد وقت اللي هي تستوي ما تكونش عجينة. بس هنحطها بقى مع في الصينية وبعدين بعد شوية كده هتقلبيها. اول ما تاخد لون ذهبي من تحت هتقلبيها على الناحية التانية وعلى الجناب برضو عشان كلها تاخد نفس اللون ده. بس اهم حاجة درجة الحرارة تكون وسط ما تكونش عالية قوي علشان تقدر اللي هي تستوي وتاخد وقتها في التسوية مظبوط يعني. ده لو انتي هتسويها على البوتاجاز. لو انتي هتسويها في الفرن فهنحط الفطاير بتاعتنا كلها في قلب صينية مدهونة برضو من الزيت او الزبدة، وبعدين هندخلها الفرن درجة الحرارة برضو تكون وسط، وبعدين هنسيبها لحد ما تستوي من جميع النواحي زي ما انتم شايفين كده. انا دخلتها الفرن كلها مرة واحدة، شايفين اللون بقى الذهبي. وعملت القطع اللي انا كنت مقطعاها كبيره، عملت منها الفطيره دي اللي انتوا شايفينها دي. ما عرفتش طبعا اللي انا اقطعها، انا كنت عامله جزء بالجبنه الموزاريلا والفلفل وكده، وفي جزء يعني قالوا لا احنا مش عايزينها يكون فيها جبنه او الحاجات دي، فجت وانا بقطع اللي هي ما فيهاش جبنه والفلفل والطماطم وكده، كانت اللي هي محشيه لحمه بس. جربوها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش صلوا على سيدنا محمد ولايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.